مين فينا وهو بيسكرول كده على الشاشة ما بيظهرلوش الإعلانات بتاعة كلاريسيل، لأن هي براند مصري مميزة بحجمها وأسعارها. فخليني أكلمكم عن الغسول من كلاريسيل. هو حجمه 200 مللي، مناسب للبشرة الدهنية والمختلطة، بيقلل جدا من إفراز الدهون، وده لأنه فيه نوعين من المقشرات، الجلايكوليك أسيد والسالسيليك أسيد. بيساعد جدا في تنشيف الحبوب، وده بيبان من تاني استخدام، بتلاقي الحباية نشفت وابتدت إن هي تروح مع الاستخدام. بينظف البشرة كويس جدا، خصوصا بعد ما بتحطي ميك اب وتيجي تشيليه بتلاقي بشرتك نظيفه جدا جدا غير ما يسيبها مشدوده او ناشفه. كمان بيساعد مع الاستخدام المستمر على تنظيف الرؤوس السوداء بشكل ملحوظ. حجمه 200 مللي وسعره 200 جنيه، ودايما عليه اوفر. هو غسول مناسب جدا للبشره الدهنيه، بينضفها كويس جدا، وكمان ريحته لطيفه. وعشان نكمل الروتين استخدمت كلاريسيل سموزنج جل، وده بقى كان اول مره اشوف جل مناسب للبشره الجافه والجافه قوي. عاده الجل بيكون للبشره الدهنيه، بس ده تركيبته لذيذه جدا، وده لانه فيه مانثينول والوفيرا اكستراكت، فبيساعد على تهدئه وتلطيف البشره كويس جدا، خصوصا بعد الازاله او بعد التعرض للشمس. بيهدي جدا البشره وبيرطبها ترطيب عميق، وكمان بيساعد مع الغسول على ازاله البلاك هيد. وطبعا عشان قوامه جل فامتصاصه سريع جدا على البشره، وبصراحه بعد تجربتي ليه حاسه ان هو مناسب كمان للبشرات الدهنيه والمختلطه، لان امتصاصه سريع وما بيسيبش اي اثر تلزيق او دهننه على البشره. وكمان القوام بتاعه ستيكي كده، فينفع برايمر قبل الميك اب. حلو جدا، انا جربته بالطريقتين وكان ممتاز جدا معاه. شويه قويه، مش كل الناس ممكن تتحملها، يعني ممكن البشرات الحساسه تزعجها شويه، لكن هو في المجمل عجبني جدا وترطيبه حلو. كمان احنا داخلين على الشتاء، فهيبقى مناسب جدا للفتره الجايه. حجمه 100 مللي وسعره 130 جنيه. طبعا لو استخدمتي كود الخصم بتاعي هيديكي خصم اضافي على المنتجين، اي منتج من عند كلاريسيل. ما تنسيش لو جربتيهم تشاركيني تجربتك معاهم في الكومنتس.